ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، والصراحة مش كتير من الناس بتتكلم عن الموضوع دوت. هو لقيت كام فيديو بس بيتكلم عن الموضوع دوت، بس ما كانش فيه فيديوهات كتير، وهو الجانب المظلم من فيديوهات التيك توك او الفيديوهات القصيرة عامة. كلنا طبعا عارفين ان السوشيال ميديا بقت جزء كبير قوي من حياتنا، والدليل على كده ان انت ماسك التليفون بقالك كتير جدا ومضيع عليه وقتك كله. وزي ما السوشيال ميديا ساعات بتنفعنا في فيديوهات كويسه زي اللي انت بتشوفها دلوقتي، لكن اكيد في جانب مظلم لفيديوهات السوشيال ميديا، واللي انا بشوف ان المسيح الدجال بتاع الفيديوهات دي كلها موجود في التيك توك. لكن بقى بيظهر من الفيديوهات ديت على الانستجرام في الريلز، وكمان على اليوتيوب في الشورتس. فاحنا بقى جايين في الفيديو دوت نسلط الضوء على مجموعه الفيديوهات ديت، ونعرف ايه الجانب السلبي منها وازاي بتأثر على حياتنا بشكل كبير. فلو لسه صديقي ما اشتركتش في القناه، اشترك في القناه دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، لان فيديوهات انا متاكد مليون في الميه ان هي هتفيدك. اسيبك مع الفيديو الاعلاني وارجع لك تاني. لكن قبل ما نبدا الفيديو يا صديقي، لو انت عايز تسوق لشركتك او مشروعك او حتى خدمتك، وعايز شركه تسويق تنجح البيزنس بتاعك وتكون شريكه نجاحك، كل ده واكتر من مميزات هتلاقيها في شركه ايبكس للتسويق الالكتروني، لاننا عندنا فريق من اقوى الناس في مجالاتهم. ولو عايز تفاصيل اكتر وتشوف حساباتنا على السوشيال ميديا، هسيب لك طرق التواصل في وصف الفيديو. انا البوست لو جاي وجعك في طريقك، ويلا نبدا الفيديو. الادمان وفقدان الوقت. اكيد شفت فيديوهات قبل كده بتقول ان السوشيال ميديا ما بقتش شويه فيديوهات بنشوفها وخلاص، دي بقت عباره عن ادمان، وادمان مش من السهل انك تبطله. لان اكيد جيت في يوم وقلت انا لازم ابطل ان انا اقعد على السوشيال ميديا فترات طويله، ولما جيت تحاول ان انت فعلا تبطل تقعد على السوشيال ميديا قابلت صعوبات كبيرة جدا. وده يثبت لك ان هو ادمان، لان الادمان بكل بساطة هي حاجة انت بتتعود عليها وبيبقى من الصعب انك تبطلها. واللي خلى الموضوع يوصل لناحية الادمان هو ان خوارزميات التيك توك والفيديوهات القصيرة عامة معمولة انك تقعد عليها بفترات طويلة. لانك لو فكرت دلوقتي ان انت تفتح التيك توك، هتشوف اول 10 ثواني من اول فيديو، بعد كده تدخل على اول 10 ثواني من تاني فيديو، وهكذا 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 من التصفحات اللي ما بتخلص. وعلى فكره خوارزميات الفيديوهات دي بتبقى معموله اصلا ان هي ما تخلص، عشان بكل بساطه حضرتك تفضل تقعد عليها وما تنتهيش، وتفضل في سلسله في دوامه كبيره ملهاش اخر من التصفحات. وانا جاي اقول لك ان انت مش لوحدك، ملايين من الناس وانا كنت زيهم بنفضل قاعدين بالساعتين والثلاثه وساعات بالاربعه، وساعات بنقعد اليوم كله في الدوامه اللي ملهاش نهايه ديت. لكن انا عرفت الحق نفسي من وانا كان عندي 10 سنين، وعرفت قد ايه ان الموضوع دوت خطير جدا، ولو فضلت مكمل فيه هدخل في دوامه ملهاش نهايه. ولو اللي انت فضلت مكمل عليها صديقي، هتضيع وقتك في حاجات ملهاش لازمه وفيديوهات ملهاش لازمه. رقم 2، تاثير الفيديوهات القصيره على التركيز. تاني حاجه صديقي هنتكلم فيها، وقد ايه ان الفيديوهات القصيره والتيك توك بالذات بيأثر على تركيزنا بشكل كبير. ولو عايز دليل على الكلام دوت، لان انت مش قادر تكمل الفيديو دوت لحد الاخر، وبتفكر دلوقتي ان انت تطلع من الفيديو، لان انت بكل بساطه عقلك بقى بتبرمج ان انت لازم تشوف الحاجه بشكل سريع، الحاجه ما تقعدش اكتر من 10 ثواني. وبالنسبه لك يا صديقي، لو انت عملت حاجه اكتر من دقيقه، انت كده عملت حاجه خرافيه. وده اللي يثبت لك انا ليه لما بقول لك روح اقرا الكتاب الفلاني انت بتطنش وما بتروحش تقراه، لان انت عارف يا صديقي ان الكتاب لما تيجي تقراه هيقعد وقت اكتر من كده بكتير، وانت خلاص عقلك اتبرمج ان انت ما ينفعش تقعد وقت ده كله بتعمل نفس الحاجه. فبالنسبه لك ان انت تقرا كتاب نص ساعه او ساعه ده موضوع ممل جدا. ولان الفيديوهات القصيره علمتك ان انت ما تدخلش في موضوع فيه تفكير كتير، لان انت في الفيديوهات القصيره مش محتاج ان انت تفكر اصلا، انت بتشوف فيديو 10 ثواني تقلب على فيديو جديد بموضوع تاني خالص. وده كمان يعرفك ان فيديوهات التيك توك او الفيديوهات القصيره عباره عن موضوعات سطحيه عمرها ما هتفيدك باي حاجه. الجزء الثالث، فقدان العمق وتدني المحتوى. ما نضحكش على بعض يا صديقي، فيديو اقل من دقيقه عمره ما يقدر ان هو يوجه لك رساله معينه، او حتى مش بالقدر اللي يفيدك بشكل كبير، زي الفيديوهات اللي انت بتشوفها على اليوتيوب وبتبقى فيها فايده كبيره جدا. مش كلها طبعا. الفيديوهات القصيره يا صديقي زي ما قلت لك معموله عشان تجذب انتباهك مش اكتر، فعمرك ما هتلاقي فيها محتوى يقدر ان هو يفيدك فعلا. يعني لما تيجي تشوف الفيديوهات اللي انت بتشوفها على التيك توك كلها، هتلاقي ان هي موضوعاتها سطحيه جدا، ومفيش اي حاجه منها تقدر ان هي تفيدك او تتعلم منها حاجه جديده. الجزء الرابع، تاثير التيك توك على الصحه النفسيه. معظم الفيديوهات اللي بقت موجوده على التيك توك والفيديوهات القصيره بقت معظمها بتعرفك قد ايه ان هم حياتهم مثاليه جدا، وان انت حياتك اقل منهم بكتير. اكيد خدت بالك قبل كده. لكن ده بيخلينا ان احنا نقارن نفسنا بناس اصلا ممكن تكون حياتهم كلها متفبركه، ناس عماله تأجر في
عربيات وبيوت عشان بس يعرفوك ان انت اقل منهم، مع ان انت ممكن تكون اعلى منهم، بس هم عايزين يحسسوك بكده. فالتيك توك ومنصات غيرها كتير بقوا بيزودوا عندك حته المقارنه في الحياه، وده اللي ممكن يزود عندك الشعور بعدم الرضا، وكمان ممكن يوصلك للاكتئاب. وهم عايزين النقطه ديت عشان تفضل تشوف فيديوهاتهم باستمرار، وعلى طول بيشيلوا الجوانب السلبيه من فيديوهاتهم ويحطوا لك بس الحاجات الحلوه عشان انت تتفرج عليهم باستمرار. الجزء الخامس، التأثير على العلاقات الاجتماعية. معظم الناس لو مش كلهم بقوا عايزين بس ان هم يجذبوا الانتباه على السوشيال ميديا، وبقى عندهم مشكلة كبيرة ان هم يتواصلوا على ارض الواقع، وبقى غرضهم بس ان هم يحققوا التفاعل والريتش على السوشيال ميديا. بقوا بيعملوا محتوى بشكل مبالغ فيه عشان يجذب الانظار، عشان بس يوصلوا للهدف دوت، وده اللي بقى بيخلي علاقات كتير قوي تتاثر. واكيد انت لاحظت دوت على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، التلاعب بالخوارزميات والتاثير على اختياراتك. خوارزميات السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت بقت خطيره جدا. النظام اللي بيعرض لك الفيديوهات هو اللي بقى بيحدد لك ايه اللي انت لازم تشوفه دلوقتي. يعني بكل بساطه هو دلوقتي ممكن ان هو يعرض لك فيديوهات تاثر عليك بشكل سلبي، وفي نفس الوقت يعرض لك فيديوهات تاثر عليك بشكل ايجابي. كل دوت هو اللي بيحدده، وانت مالكش يد في اي حاجه. وكل دوت بكل بساطه لان الخوارزميات عايزه تجذب انتباهك باي شكل، بغض النظر عن اللي هتشوفه دوت هيأثر عليك بالايجابي ولا بالسلبي. طيب ازاي نواجه كل المشتتات ديت؟ انت كده المفروض بقيت واعي بالاضرار الكبيره اللي بتجيبها لك السوشيال ميديا. وعشان نكون صريحين، الحل مش انك تسيب السوشيال ميديا خالص. اولا الموضوع صعب، ثانيا مش ده الحل، لكن انك تعرف تحدد الوقت اللي تقعد عليه وتقدر ان انت تتحكم فيهم بدل ان هم يتحكموا فيك، هو ده الحل. وانك تبدا تختار المحتوى الهادف اللي تقدر ان انت تتابعه، ده برضو الحل. لازم تختار المحتوى اللي يخليك تنمو وتتطور بشكل كبير. ولازم كل واحد فينا يبقى قادر ان هو يتحكم في حياته بدل ما يجي حد من بره زي السوشيال ميديا هو اللي يتحكم في حياتك. ولازم تبقى عامل حسابك ان التيك توك والانستجرام وكل الفيديوهات القصيره ديت ممكن تتحكم فيك، فلازم ان انت تبقى واعي بالموضوع وتعرف ان انت تتحكم فيهم. ولو انت كملت لاخر فيديو احب اشكرك جدا، ومتنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو دوت. انا البوست لو جاك في طريقك، وسلام يا صديقي.